ده دهن انا بشتريه من عند الجزار وبسيحه، ولا بحط معاه زيت ولا بحط معاه حاجة، انا بسيبه بس كده مساعدة جنب السمنة. افضل اسيح فيه، حطيت معلقة ملح وافضل اسيح فيه وادلق، اسيح فيه وادلق في طبق، وهوريكم بعمله ازاي. وكده الدهن بدأ يسيح. لما نجيب الدهن ما نجيبش اي دهن، نجيب الدهن اللي هو في بيت الكلاوي. وكده هبدأ اصفي الدهن. مش بصفيه، انا بنزله في طبق استانلس. والباقي هحطه على النار لحد ما يسلي تاني. وكده انا حطيته على نار هادية وهفضل اقلب فيه لحد ما يسلي كل الدهون اللي فيه. ودي دهون صحية، مش ضارة ولا حاجة. بس احنا لا هنحط معاها وش لبن ولا لبن ولا هنحط معاها زيت، هنحطها بس كمساعدة للسمنة، وهي دهون صحية. هفضل اسلي فيها كده واخد اللي يطلع واحطه لحد ما الدهن كله يسيح. انا سيحت الدهن خالص لحد ما نشف، وزي ما انتوا شايفينه نشف خالص من الدهن اللي فيه. وكده حطاه في طبق وهسيبه، بما ان الجو برد هسيبه لحد ما يجمد ونشوف هنعمل ايه. لو الدنيا حر ممكن ندخله في التلاجة، لكن دلوقتي الدنيا برد، فهنسيبه ونشوف نقطعه ازاي ونعمله ازاي بس لما يبرد. وكده خلاص جمد، هبدأ اقطعه بالسكينة. اقطعه، نحاول نخليها مكعبات صغيرة. وكده نقطعه مكعبات وناخد مكعب مع سمنة، ما نعملش الدهن بس. ونحطه في التلاجة عادي، مش لازم في